السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في قناة كوزين زمان جبت لكم وصفة اللي هي وصفة جزائرية عاصمية ومعروفة خاصة في فصل الشتاء. علاش؟ على خاطرش هي بطاطا فليو. هذا الفليو يعني من انواع الاعشاب كيما المعدنوس كيما القزبر كيما السلق، وخاصة ينوض في فصل الشتاء. وهذا الفليو سبحان الله يعني ينحي كي ناكلوه نقدروا نديروه ميم تيزانه، ينحي لنا البرد والهواء من الجسم تاعنا. والله اعلم يعني على حسب المعلومات اللي جبتهم الفليو مليح بزاف للجسم وينحي الهواء. هنايا بطاطا فليو تاعنا اقتصاديه وما فيها والو، يعني في متناول الجميع وبنينه بزاف، وما نكذبش عليكم يعني الرائحه اللي راهي تخرج من هذاك الفليو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، كملوا معايا للاخر باش تعرفوا الوصفه هذه. وكما قلت لكم هنايا هذه الوصفه جزائريه عاصميه. كما كتشوفوا هنا، شوفوا البطاطا كش طابت لي، وهذاك الفليو يعني قعد لي صحيح. وش معناتها ما يدبالش، لازم في هذه الوصفه ما يدوبش هذاك الفليو، يقعد يعني هكاك يطيب شويه ونطفوا عليه. هاي لك هنايا البطاطا تاعنا يعني تبان بنينه، ما نكذبش عليكم حاره. ان شاء الله دعموني بجام وكملوا الفيديو للاخر وتعجبكم ان شاء الله الوصفه وراح تجربوها باذن الله. اول حاجه راح نبداو بها هي على بركه الله نجيبوا الفليو تاعنا. بالنسبه لي ما يعرفش الفليو، شوفوا كش عامل. هو يتشبه يعني النعناع. نروحوا عند اللي يبيع الاعشاب ونقولوا له الفليو، يعطينا الفليو. نقوه هنا، راح نقيه نحي غير الورق تاعو. ونرمو هذاك القصب تاعو، يعني نرموه ما حش نحتاجوه. هاوليك هنا بعد ما نقيته نحيت له غير الورق، راح نعمره بالماء ونخليه مده 5 دقائق ولا باش يتنحى، ونعاود نشللو 3 خطرات باش يتنحى كامل هذاك التراب والغبار تاعو. كما نعرفوه هو ينبت في الارض، يعني فيه التراب فيه الغبار. نقوه مليح ونقطره مليح من الماء ونخليها على جانب. نروح نبدا الوصفه تاعي. الوصفه تاعي واش راح تحتاج؟ قلت لكم اقتصاديه. نجيبوا المهرس تاعنا، نجيبوا راس توم، وهنايا عندي فلفل دريس ولا فلفل قناوه، كل واحد كش يقول له. شمختو في الماء السخون، نرفدو نحطوه في المهرس وندرسوه مليح. نخليه شويه هذاك فلفل دريس خشين، انا نحبو نخليه، واللي ما يحبش يخليه وما يحبش بزاف الحار ما يكترش. ندرسو مليح في المهرس ونخليه كيف كيما كتشوفوا هنا. بعد ما درستو نخليه على جانب باش راح نطيب به ان شاء الله. هكذايا انا واش كنت درت له هنايا الملح، ودرت له الثوم وفلفل دريس هذاك وفلفل عكري حلو. هدا واش راح نديرو في هاد الوصفه. نخليه على جانب. نجيب طنجره تاعي، هنايا بطاطا فليو تحب شويه الزيت، نكتروا شويه الزيت. درت هنايا قيس فنجال زيت. ونجيب البطاطا تاعي هنايا بعد ما قشرتها وشللتها مليح، قطعتها هكا دوائر بهذه الطريقه. ما تكون رقيقه ما تكون خشينه، ما نرققوهاش بزاف باش ما تفتتلناش، وما نخشنوهاش باش طيب لنا تمتم. نحطوها هنايا في القدره تاعنا كيما راكم تشوفوا. نجيبوا هذاك الفلفل دريس والثوم اللي هرسناه مع الملح وفلفل عكري، يعني كنت درت كلش ودرسته في المهرس. ونروحوا نحطوها فوق النار على نار هاديه، ونبداو نحركوا فيها باش تشرب لي كامل هذيك الدرسه اللي وجدتها في المهرس. كما واضح هنايا نخلطهم مليح هكذايا. قلت لكم على نار هاديه يعني باش ما تحرقناش ديك البطاطا. ونجيبو هنايا واسمو ديالنا، يعني اللي كنا درناه هذاك الفلفل. انا ما شللتش هذاك المهرس. واش درت فيه مغرفه طماطم مصبره، ودرت فيه الماء سخون، خلطت مليح باش تتحلي ورميتها من الفوق. نزيد لها الماء هكذايا ونخليها، يعني انا درت لها الماء حتى وين تغطات لي شويه، ما حش نكترو بزاف. ونغطيها ونخلوها طيب على في غردها على نار هادئه هكذايا.
ونخلوها. قلت لكم هنايا تاخد على حساب البطاطا واش تاخد لك وقت. الحاصل كي نحلو نلقاو البطاطا ما نخلوهاش تذوب مليح وتقعد صحيحه على حالها. هاي لك هنايا طابت لي. هنا واش ندير، نروح نجيب الحبق ديالي. شوفوا هنايا البطاطا طابت لي، وهنا شوفوا المرقه يعني قعدت هي مهما طابت لي البطاطا هذيك المرقه قعدت. نروح نجيب الحبق ديالي كما قلت لكم بعد ما شللته 3 خطرات وخليته يقطر في الكسكاس. الحبق كما كنتو نتوما هكا تقولوا باللي راهو بزاف، بصح ماشي بزاف، ومن بعد راح يذوب لي كامل مع هذيك البطاطا يولي ما يبانش. واش نحكي لكم الرائحه اللي راهي تخرج الان يعني صح تشمي بنت الزمان. كي كنا نروحوا لدار ماني الله يرحمها ونشموا هذيك الرائحه من الدروج، يعني تبان باللي صح طبخ جزائري اللي واحد يتعب عليه بصح ياكل حاجه بنينه ومع راهي حاره. واش نحكي لكم، ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم. وصفه تقليديه جزائريه محضه، يعني ما نزيد لها ما نقصها، ما نقص لها اي شيء. وانا من طبعي ما نحبش نزيد في الوصفه التقليديه، نخليهم هما هكا نحركوا كما كنتوا تشوفوا، ما نديروش بالمغرفه باش ما تعصد ليش هذيك هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. الى عجبتكم كومونتير، ما تنساوش كومونتير شباب، ودعموني بلايك. سلام عليكم.